تحت شعار ومن الحب ما قتل. مرة متزوجة شربت من الحنفية مية طين، قام لما حست انه هالمي طين ومو نظامية ركضت عبت كاسة جديدة فيها طين لزوجها وشربته منها فورا. قال مشان إذا صار له شيء يكونوا بالهوا سوا، يعني يا نعيش مع بعض حبيبي يا نموت نحن الاثنين. وبعد ما انتشر الخبر على جروبات الفيسبوك ومواقع التواصل صاروا الرجال يشكوا لبعض، يعني هذا له طول بالك، أنا هداك اليوم مرتي دوقتني مايونيز صار له شهرين ملحوش بالخزن، بدها تشوف إذا لسه خرج يتاكل. تاني قال له هي أنا مرتي هداك اليوم طعمتني قشطة صار لها شهر، بدها تشوف إذا حمضت، قام على معدتي قضت. لهيك يا عزيزي الرجل انتبه انتبه، أنت اليوم بالنسبة لمرتك حقل تجارب. أي شيء مرمي بالمطبخ وبدها تعرف مرتك إذا لسه يصلح للأكل، عم تجي قدامك عفتح تمك يا عمري وإن شاء الله صحتين يا قلبي وألف صحة، وأنت بعد شوي ممكن تسلم على وضحة. لهيك بس يجيك مرتك وبدها تذوقك شيء تأكد من تاريخ انتهائه عشان ما يصير نفسه تاريخ انتهائك. وعصيرة المي بطين يلي شربتها المرة هي شربتها بالدويلعة بالشام، لأنه تخيلوا اليوم ومع كل الخير اللي عم ينزل من السماء سكان الدويلعة من شهر ولليوم عم يوصلون على البيوت مياه سياقات وصرف صحي. أطفال الدويلعة اليوم كانوا متسممين من المي. الأهالي بالدويلعة كلياتهم عم بيعانوا من الإسهال والإقياء، لكن الأمهات ما عم تقدر تجلي ولا عم تقدر تغسل الثياب لأنه المي اللي عم توصلون مية مجاري، وهالحالة مو يوم ويومين إلهم شهرين. سكان الدويلعة النبارة لسانهم بري وهن يشتكوا ولكن على الفاضي، لا حياة لمن تنادي. السكان قالوا أن نلاحق وصول المشروبات المائية كان أفضل من ملاحقة المشروبات الروحية.